السلام عليكم، ازيكم يا صحابي؟ وحشتوني قوي قوي. معاكم منى من قناه منمن احمد. النهارده جايه لكم بفيديو ان شاء الله هيعجبكم وهيعجب كل البنات والعرايس اللي بتتابعني. طبعا انتوا عارفين ان العروسه بتحتاج ان هي تبقى مظهرها على طول حلو، واهم حاجه طبعا المظهر بتاع ايديها ومظهر ضوافرها. اي نعم انا ما بطلعش معاكم خالص قبل كده حاطه مانيكير او اي حاجه، بس عشان انا مش بحب يعني ان انا احط مانيكير كتير ولا كده، بس طبعا في الجواز الدنيا بتختلف. بس كده يا بنات، فانا النهارده جايبه لكم المانيكيرات اللي انا اشتريتها في الجهاز، وفي حاجات كانت عندي وفي حاجات اشتريتها جديده. جايبه لكم كمان الضوافر اللي انا بركبها، لان زي ما انتم شايفين كده انا ما عنديش ضوافر. فطبعا بحب ان انا اركب ضوافر جدا، وانا كنت بركبها الاول بس مش بعرف اركبها باستمرار علشان خاطر طبعا الصلاه والوضوء وكده. بركبها في الايام اللي انا مش بصلي فيها ومش دايما. كمان جايبه لكم الحاجات اللي انا بزين بيها، بقول لكم انا بزين ضوافري ازاي او عايزه اعمل اي رسمه عليها. وجايبه رسومات برضو للضوافر، بس للاسف هي مش جنبي دلوقتي، فما عرفتش ان انا اطلعها. بس كده يا بنات، يلا تعالوا شوفوا انا جايبه ايه في الفيديو وايه الالوان اللي انا بحبها. ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشيروه كمان علشان كل عروسه وكل بنت تستفيد. كمان اشتركوا في القناه لو اول مره تشوفيني. برحب بيكم كلكم يا حبايب قلبي، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. اول حاجه هبتدي معاكم بيها هي المانيكير. لو هتلاحظوا ان في الوان متكرره، الالوان اللي انا بحبها جدا واللي معظمها بتليق على كذا حاجه. اللي تحت دي اللي هي بيبقى فيها لمعه، فيها برونز شويه، واللي فوق دي اللي هي عاديه. وعايزه اجيب كمان المانيكير اللي هو بيخليها من اللي هي لمعه لا لمط. طبعا احنا عارفينه، هو نازل، انا اللي شفته الوحيد كان من مش عارفه، مش فاكره البراند بتاعتها كانت ايه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه بس قبل ما ابتدي. الحاجات اللي انا جايباها دي مش براندات ولا سعرها غالي، هي سعرها عادي خالص وفي متناول اي بنت. لان زي ما قلت لكم انا مش بحب اساسا المانيكير ومش هحطه باستمرار. انا مش من النوع اللي انا بحب المانيكير وبتاع، بس هي بس مجرد لون او تغيير لوك او حاجه زي كده يعني. طبعا انا هوريكي الالوان، انت على حسب بقى الماركه او المكان اللي انت عايزه تشتري منه. انا جايباها برضو، هي مش رخيصه بس مش غاليه، مش زي ما بسمع يعني. المهم جايبه اللونين دول، اشتريتهم مع بعض، عجبوني جدا، والخامه بتاعه المانيكير بتاعتهم عجبتني موت. انا بحب اللون ده قوي، الشمري. وكمان بحب اللون ده، بحس ان هو بيليق على حاجات كتير. فاشتريت منهم الاتنين دول. ولو هتلاحظوا ان انا برضو شارية منهم من هنا، بس هو هنا مختلفة، يعني الدرجة دي مش زي الدرجة دي على فكرة. هي تحسوا ان هي مقربة شوية بس مش زيها. بس الدرجة دي افتح من دي، بس تحس ان هما في الاخر من بعيد زي بعض. فانا اشتريت اللونين دول وعجبوني، والخامة بتاعتهم عجبتني. ده كان سعر الواحد عامل 15 جنيه او تقريبا 13 جنيه في الحدود دي يعني. تمام اهو. تمام. اشتريت كمان اللون ده، بس بعد ما اشتريته مش عارفة ليه ما عجبنيش، مع انه كان عاجبني هناك. بس قلت مفيش مشكلة هلبسه على اي حاجة فيها اللون ده. مش عارفة، مع ان برضو الخامة بتاعته عجبتني جدا. انا بجرب المانيكير على ورقة، فانا بشوف الخامة بتاعته، بشوف سحبة المانيكير حلوة او لا. زي ما بقولكوا على الورقة، مش بجربه على ضوافري، انا اصلا ما عنديش ضوافر. المهم بس كده. فاللون ده بس هو حلو يعني، طالما انا جبته خلاص. ده اللون الابيض اللي ممكن تعملي بيه اي رسمة او تنقطي بيه او اي حاجة. فده مش بيتحط كده كلون، لا هو للتزيين. جبت كمان اللون ده اللي انا قلت لكم زي ده بس افتح، وبرده ده زي ده بس افتح. جبت الدرجة دي، انا بحبها قوي. بحسها كده بتليق على يعني على كل البشرات البيضة والقمحوية وكده. وجبت اللون ده انا استغربته في الاول، بس مش عارفة ليه عجبني وجبته. ده من إلف، مش عارفة برضو إلف دي يعني ده الاصلي ولا هو كده وخلاص، ما اعرفش. ما علينا. الاسعار انا قلت لكم ده كان عامل 13 او 15. وهنا بقى كان 7، وفي اللي ب5 وفي اللي ب10 وفي اللي ب20. يعني كده فاهميني الاسعار، مش لان مش كلهم من مكان واحد. اشتريت كمان اللون ده يعني نفس الشكل بتاع اللون ده، ونفس من إلف برضو.
حلوين جدا عجبوني. اشتريت كمان اللون ده كان عامل 5 جنيه. اهو برضو عجبني جدا، الخامة بتاعته عجبتني موت اهو. انا بحب الالوان دي بصراحة. ده بالنسبة للي هما مفهومش اي برونز خالص. جبت كمان السيلفر ده، هو يعتبر فيه لمعة بسيطة خالص. برضو ممكن يتعمل بيه زي تزيين او حاجة، وممكن يتحط ان هو لون اساسي. وده برضو بيدي لمعة، يعني لو انت عايزة تحطي لون من ده او الالوان دي وتحطي فيهم اللمعة دي، ده مجرد بيدي لمعة بس مش اكتر. تمام. ده كان عندي، لسه فكه الورقة بتاعته، ده كان عندي. بس انا يعني الحاجات اللي كنت جايباها قبل كده برضو ما كنتش بستخدمها. اللون ده عجبني جدا، هو لون وفيه زي جليتر كده. بصوا يا بنات حلو قوي. مش عارفة ليه عجبني، حسيت ان هو على الضوافر هينورها. وده برضو عجبني موت. ده المفروض ان هو سكري كده او اوف وايت اهو، حلو قوي. تمام. واللون ده واللون ده يعني هما التلاتة دول يعتبروا نفس الخامة بس اختلاف اللون اهو. وطبعا يا بنات زي ما قلت لكم، في اي حاجة بنشتريها لازم نبص على تاريخ الصلاحية. مش معنى ان هو مانيكير يعني ما نبصش. فده تاريخ الصلاحية بتاعته اهو، بيبقى مكتوب عليها الاكسباير 2019. تمام. كل واحد بقى بيبقى مكتوب عليها في اهو. ده برضو الكلام بس صغير قوي، مش عارفة هو باين ولا لأ. بالنسبة ده للمانيكير اللي عندي، وما افتكرش ان انا هشتري تاني غير اللي هو اللي بيخلي اللون مات. بس كده يا بنات، دي بالنسبة للمانيكيرات. مش هشتري حاجات تاني لان انا اصلا مش من يعني مش بحطه كتير زي ما انتوا شايفين. ما عنديش ضوافر وعشان اركب وبتاع، فده عايز مزاج وروقان يعني. كنت جبت معاكم دي قبل كده ووريتها لكم في مشترياتي. دي ضوافر. دي المفروض ان هي فيها 120 ضافر. حلوة جدا وانا شايفاها موفرة عن الاكياس دي. انا كنت بجيب على طول الاكياس دي. معلش هو الكيس لونه غريب كده شوية، بس الضافر من جوه يعني الضافر من جوه سليم عادي اهو، مفهوش اي حاجة. هو بس الكيس اللي متبهدل. كنت بشتري الضوافر دي، كانت سعرها الاول عامله 3.5 و5 جنيه. كنت بحب قوي الكيس ده، بس مش عارفه دلوقتي بقت بكام ودلوقتي بقت موجوده ولا لا. فالعلبه دي موفره اكتر. حلوه وفيها يعني كذا. انا هوريكم اهي. ده بيبقى شكلها يا بنات، وبيبقى فيها كل الاحجام، كل احجام الضوافر يعني. دي انا كنت جايباها ب20 جنيه تقريبا مش فاكره والله. كانت ب20. ومن قبلها من اخر العنقود كنت شاريه دي. فتحتها غلط. اهي. دي برضو عجبتني جدا، وخامة الضوافر بتاعتها من النوع اللي هو الحلو. وان انا طبعا بقصها لان انا مش متعوده ان انا يبقى ليا ضوافر طويله، فانا حتى لما بركب ضوافر بقصها. فعجبتني جدا. واحلى حاجه ان هي بتبان طبيعيه. يعني بصوا لونها، في ضوافر بتبقى لونها بيضه كده ما تحسهاش طبيعيه، لكن الضفر ده لما بيتركب وكمان بيتحط له من المانيكير بيبقى شكله طبيعي. وعندي اللي هما الكيسين اللي انا بقول لكم ان انا مستخدمه منهم، يعني كنت جايباهم بس هو شكل الكيس هو اللي مش نضيف يعني، بس الضوافر جوه كويسه. وقلت اجرب الضوافر اللي هي بيبقى عليها رسومات دي، بس انا مش بحبها لان هي ما بتتقصش، وانا ما بحبش الضوافر بتاعتي تبقى طويله. اهي يا بنات، يعني انتي بتاخديها وتحطيها زي ما هي كده، ما بتقصيهاش ولا بتغيري في حجمها، لانك لو قصيتيها هتلاقيه اتقسم نصين. فانا اشتريت منها واحده وكانت سعرها ساعتها 5 جنيه. دلوقتي على فكره غليت، انا شاري الحاجات دي بقالها فتره. ده بالنسبه للضوافر والمانيكير. اشتريت ده كمان، ده كان بيتباع في اخر العنقود. الورقه دي حلوه جدا. طبعا احنا لو بنشوف فيديوهات اللي بتبقى على الفيسبوك وعلى اليوتيوب
يعني تعليم ان انت ازاي ترسمي ضوافرك، هتلاقوا ان هما بيستخدموا اللزق ده، بتعملي بيها اي فينش او اي حاجه، بيبقى جميل جدا. دي زي رسومات، ده زي ستيكر كده بيتلزق، بيبقى حلو جدا. فانا اشتريت منه، دي كانت سعرها 2 جنيه ونص، وشاريه منها تاني في جهازي حوالي 2 ورقتين، فبرضو حلوه. ودي النقاطه طبعا كلنا عارفينها، والله. وساعات كمان بنضف بيها الضفر بتاعي لما بيبقى طويل، يعني عشان ابقى على طول بقرقضهم. دي اللي هي النقاطه اللي هي التخينه اهي المفروض يعني، وفي الاكبر كمان، وفي دي الرفيعه خالص. بتنقطي بيها، بترسمي بيها. واشتريت كمان الاتنين الاسيتون دول من مش عارفه ماركه ايه كده، ليمون مش عارفه دي حلوه ولا لا. انا لسه هشتري بقى، اللي هشتريه تاني فعلا هو الاسيتون، علشان دول طبعا مش عارفه اصلا هم حلوين ولا لا، بس لحد ما بيشيلوا يعني. كان سعر الواحد عامل 7 جنيه ونص. بس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وان انا اكون قدرت يعني اوريكم الالوان. انا نفسي والله اعمل لكم سويتشات على الالوان، بس للاسف مش جنبي ورقه. استنوا كده، مش جنبي ورقه للاسف. بس كده هي الالوان يا رب تكون واضحه في الكاميرا. وانتي لو عروسه ومش ليكي في المانيكير قوي، ومش ليكي في الحاجات، طبعا احنا مش هنخرج بيهم. ممكن لو انتي ضوافرك طبيعيه ممكن تحطي حاجات كده على خفيف، مع اني ما انصحش يعني ان انتي تخرجي بيها، بس طبعا دي حريه شخصيه ماليش علاقه بيها. انا عموما مش هخرج بيها، كل الموضوع هيبقى في البيت. وزي ما قلت لكم، انا عشان بستخدم ضوافر مش بحطها على ضوافري الاساسيه، فانا مش مهتميه قوي ان انا اجيب يعني ماركه غاليه، او ان انا اجيب حاجه غاليه. انا قلت بس اجيب اي حاجه مفيش مشكله، يا دوبك يدي بس لوك مع اللبس اللي هكون لابساه، او يغير من شكل ايدي. طبعا مظهر ايدينا لازم يبقى حلو، وعلى طول ايد لازم تبقى مترطبه وناعمه، وشكل الضوافر يكون شكلها كويس. بس كده يا بنات، معلش بس كنت طولت عليكم، وانتوا وحشتوني جدا جدا جدا. كل حبايب قلبي اللي بتعلق لي انا بوصل لها بجد تحياتي، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. عايزه اشوف تعليقاتكم في الفيديو ده، وتقولوا لي رايكم ايه. وعايزه اقول لكم ان الفيديو الجاي ان شاء الله هيعجبكم موت. ده بالنسبه يعني، انا مش عارفه لسه انهي فيديو اللي هينزل قبل التاني، بس في فيديو كده فكره جات لي، وباذن الله هقولها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، هتعجبكم جدا. وانا بحبكم قوي، وربنا يخليكم ليا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك يا بنات، وان انتوا تشاروا الفيديو عشان كل بنت وعروسه تستفيد. وكمان تتفرجوا على فيديوهاتي بتاعت قبل كده، وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك وعلى الانستجرام، هتلاقوا حاجات كتيره حلوه تفيدكم. وتشتركوا في القناه التانية بتاعتي، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو في صندوق الوصف، اسمها وصفات وخلطات منمن. باذن الله هنزل فيها حاجات كتيره جدا من الخلطات اللي انا بحبها واللي جابت معايا نتيجه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد يا بنات. مع السلامه يا حبايب قلبي.